الأخوان المرابطين قدس الأقداس غزة وما إلى ذلك القضية المركزية. فأقول أبيات سيدنا رضوى عندما قال: ترى الطفل من تحت الجدار مناديا أبي لا تخف والموت يأكل وابله، ووالده رعبا يشير بكفه وتعجز عن رد الرصاص أنامله. على نشرة الأخبار في كل ليلة نرى موتنا تعلو وتهوي معاوله، لنا تنسج الأكفان في كل ليلة ل50 عاما ما تكل مغازله. أرى الدهر لا يرضى سوانا فريسة كأن لعمري أهله وقبائله، وقتلى على شط العراق كأنهم نقوش بساط دقق الرسم غازله. إلى أن يقول: إن سار أهلي فالدهر يتبع، يأخذ عنهم أخبارهم وينتفع، يأخذ عنهم فن البقاء فقد زادوا عليه الكثير وابتدعوا. إن صادف الجمع الجيش فيقصده فإنه